صباح الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل حفلة. تعالوا الاول افطروا معايا وخلينا نسمع فيديو وبعد كده نبدأ الحفلة. السؤال هو انت ليه بتلبسي كده؟ او اللبس المحتشم احسن عليكي او خلاص، كلام كتير جدا يعني، بس في هذا نوع جديد من العلاج دكتورة قررت تعمله على المرضى بتوعها. ابتدت اللي انا بتكلم معاك الكلام ما بيجيبش، طب احاول مرة كمان برضو مفيش فايدة، العلاج مش جايب معاك، فقررت اعالجك بالصدمة، والصدمة هتبقى بالنسبة لك لما اقلع وهتشوفني كده فهتتعالج. النهاردة قررنا نفتح مع بعض موضوع بقى منتشر وبقينا نشوفه. الموضوع ده ملخصه قبل ما نعرض لحضراتكم الدكتورة الشهيرة اللي قررت تخلع لبسها عشان خاطر المرضى، وهترد وتجاوبكم ازاي هي بتعالج بالصدمة. قررنا نفتح معاكم الملف اللي بقى موجود ومتداول، وبقيت انا محتار ومش عارف اخد قرار. هل انا اللي بطل المحتوى بتاعي؟ ما انا مش واحدة وعارف اقلع، فانا مش عارف اعمل ايه. خلونا نبتدي بس باول حاجة مع الدكتورة الجميلة دي. ينقسم لي الأكل والفواكه اللي هي جزء من الأكل والشرب واللايف ستايل والصيام والمكملات الغذائية. أنا هتكلم عن كل حاجة، بس لازم كل حاجة على الأقل 10 أيام لازم تعملوهم، ولو أكتر من 10 أيام ده يبقى بيرفكت. وزي ما اتفقنا زي ما شفنا لبس شيك وقاعدة قدامها اللابتوب وبتدي نصايح في الأكل والتجميل وازاي نخس وازاي نحافظ على نفسنا. بس بصراحة المحتوى ما جابش، يعني هي بتعمل حاجة موجودة، فعشان كده احنا محتاجين نسخن الدنيا. وعشان نسخن الدنيا انا محتاج الدنيا كمان امشي بنفس المبدأ بتاعها، وهنعمل كده قبل ما نعرض لحضراتكم الفيديو. تساقط الشعر بسبب نقص الحديد. دي بنوتة بعتت لي، هي بتعاني من تساقط الشعر بقالها تقريبا سنة، على الرغم انها بتاخد كبسولات وبتاخد كمان محاليل فموية حديد، لكن هي برضو مش حاسة بأي تأثير ولا زالت بتعاني من نفس المشكلة. لازم نعرف ان في أسباب كتيرة جدا لتساقط الشعر، واحدة منها وأكثرها شيوعا هي مفيش فرق. طب هي بقى لما تعمل كده هيبقى الشكل عامل ازاي؟ لو انت مثلا في مصر او حاجة لازم تكوني محمية، لازم تكوني مسلحة حرفيا، مش لازم يعني، لازم اوكي، لازم تاخدي حقك بكل شكل، بكل شكل. لاني انا لسه برضه سامعه امبارح المجتمع نفسه، كانت واحده تقريبا في مواصله عامه او حاجه، فالذكور اللي حواليه هربوه علشان هي هتمسكه. هي طبعا مسكته فعلا حتى لدرجه ان هدومه اتقطعت، وكانت هتتصل بالشرطه والقانون هياخد مجراه، فراحت هم هربوا. الشكل زي ما حضرتك شفت، المشاهدات عليت، بقى في جمهور عريق جميل بيتابعها، وما كفاش كده، دي كمان جاية على النقطة اللي الواحد بيقدمها حوادث. يعني انت دكتورة حاولتي تشقي طريق كده في عالم السوشيال ميديا وعالم الشهرة، ما جابش معاكي، فابتديتي تقلعي، فابتديتي تدخلي في الحوادث. ليه طيب يا دكتورة؟ يعني سيبولنا حاجة نتكلم فيها. بيسموه هنا بأمتة، يعني منظمة كبيرة زي الشرطة مثلا أو الجيش. طبعا دي مصيبة، يعني حرفيا أنا لو أنا كنت عاملة الفيديو ده لايف وحد شك في حاجة أو كده، ممكن يتصلوا بالشرطة، ممكن ألاقي حد دلوقتي بيخبط عليا حرفيا، يعني في اون تايم كده في نفس الوقت. فعشان كده لازم، وأنا بقول، فأنا هقول الحاجات اللي معايا عليها أدلة، مستندات وأوراق وحاجات متسجلة، بحيث إن محدش يعمل لي أي حاجة كنت انتعج، محدش يعمل لي أي مشكلة، لو ترجموا صوتي لأي حاجة محدش يعمل لي عليها أي مشكلة. زي ما شفنا بتحكي قصة جميلة، وطريقة سردها يعني خلت ناس كتير تقول لي ما تقلد الدكتورة، هو انت ليه ما بتعملش زيها؟ ما انا مش عارف اعمل زيها عشان حضرتك انا ما عنديش حاجة اظهرها، انا قلعت اهو المشاهدات زي ما هي، اعمل ايه بقى؟ يعني ايه اللي انا هعمله عشان هي تطلع وترد على الجميع اللي بيقول انت ليه قلعتي وليه بتلبسي لبس البيت او ليه بقى لبسك كده؟ فعندها رد مقنع. صباح الخير. هتقولوا لي الدنيا ضلمه، هقول لكم ايوه، بس انتوا عارفين في الشتاء الشمس مش بتيجي اصلا. انا اتمنى ان الستوري ده ناس كتيره تسمعها، عشان بصراحه بتجيلي اسئله، بتجيلي تعليقات، بتجيلي حاجات كتيره خالص، وانا يعني مش حابه ان انا اعيد واكرر نفس الكلام كل مره.
السؤال هو انت ليه بتلبسي كده، او اللبس المحتشم احسن عليكي، او خلاص كلام كتير جدا يعني. بس في هذا المنطلق لازم تعرفوا يا جماعه اني انا مؤمنه، اوكي، وناس كتيره زيي، مش انا بس، مؤمنه الانسان هو قيمته بتيجي من الكلام اللي بيقوله، افعاله، تصرفاته، احترامه، اوكي، للقانون. هو ده الانسان بالنسبه لي. انا دكتوره، اوكي، هلبس بالطو، انا دكتوره. هلبس بيكيني على البحر، انا دكتوره. هلبس لبس البيت زي ما انتم شايفين، انا برضو دكتوره. هلبس مقطع، اوكي، بعد الشر يعني 1000 مره حصل اي حاجه وخلاص ما مش لاقي اكل ولا اشرب وعشت في الشارع كده بلبس مقطع، انا برضو دكتوره. اوكي، اللي يحكمني او اللي يقول فعلا اني انا كده هو الكلام اللي بيطلع من بقي، هو افكاري، هو تواصلي مع الناس. اما اللبس ده يا جماعه ده شيء شخصي خاص بيا انا فقط لا غير، مختص بس بدرجه الحراره، والحمد لله عندنا يعني هايتسونج او دفايه، اوكي، وذوقي انا العام، اوكي، بس كده ذوقي انا، اكتر من كده مفيش. طبعا انا فاهمه ان اغلب اللي بيسمعني من دول عربيه او حاجه زي كده، يا جماعه احنا عندنا حرفيا بروفيسور ممكن يجي ست او راجل، اوكي، ست او راجل لابس شورت وجاي بالعجله بتاعته ولابس الخوذه والدنيا تمام، او يخلصوا مثلا الشغل الساعه 4 الساعه 5 واتيفر، وبالليل مثلا تاخد صاحبها او تاخد جوزها او هو ياخد صاحبته او مراته ويروحوا ديسكو ويقعدوا يرقصوا، ويا ريتهم حتى بيعرفوا يرقصوا. يعني انا فعلا حرفيا في مره كنت ماشيه الديسكو هو ازاز من بره او في جزئيه ازاز، انا عماله اشبه على الشخص ده مش ده الدكتور اللي عندنا الصبح، وحتى مش عارف يرقص، يعني عمال يعمل كده حركات غريبه كانه بس بيطلع الطاقه السلبيه، بيطلع الضغط النفسي، بس بيرجع بقى رايق بالليل، بيجي لنا الصبح بقى ايه يعكنن علينا عيشتنا. المهم فده يعني ايه المجتمعات اللي هي انا عارفه مختلفه تماما، يعني المجتمعات بتختلف تماما، ولكن هنا في حريه في كل شيء، في التعبير في حريه، في الملابس في حريه، في كل شيء في حريه، ولكن في عندك قانون اللي هو الاطار اللي انت ما ينفعش تخرج عنه. اني انا ما ينفعش اذي حد، ما ينفعش اخد حق حد، ما ينفعش ان انا اروح وظيفتي ما اقومش بوظيفتي على اكمل وجه، اني انا مثلا اخد فلوس من حد، اني انا اكذب، اني انا اختلس، كل الكلام ده هو ده اللي ممنوع، هو ده اللي انا اعاقب عليه امام القضاء. اما غير كده فانا حره تماما. بعد الرد العظيم اللي حضراتكم شفتوه، هي مقتنعة باللي هي بتعمله، ومش لاقي كلام أقوله غير حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي بتعمل أي شيء عشان خاطر تجيب مشاهدات تترجم لدولارات والعملية تمشي معاها. بس أنا مستغرب، أنت المفروض دكتورة، يعني المفترض اللي حضرتك يعني على قدر كافي ووافي من العلم. بس حابب افكر حضرتك بحاجه بسيطه. كان في الدكتور احمد النعماني اللي هو النصاب، يعني مش دكتور، فضل فتره شغال والدنيا تمام معاه لحد ما عمل فيديو معين وهو بيحقن واحده والدنيا اتقلبت عليه والشرطه جابته. فحضرتك ليكي نهايه، هنعرف بقى انت دكتوره مش دكتوره لما يتم القبض عليكي. وخصوصا ان لو انت مش واخده بالك، عايز اوريكي ناس سبقوكي لنفس طريقك زي ما الشرطه اعلنت في الفيديو ده. زي ما شفنا مع بعض، دي اخر جهود للشرطه المصريه لصانعي المحتوى او اللي فاكرين نفسهم بيصنعوا محتوى عن طريق اللي بتقلع وترقص عشان تجيب مشاهدات. حابب اقول لك ان المجتمع بقى يرفض اصلا النوعيه دي. الناس ما بقتش زي الاول. كان الاول ممكن يبقى فيه جمهور، فيه شويه مشاهدات، لكن الناس دلوقتي بقت واعيه على قدر من الوعي الكافي والوافي اللي يخليك يقول لك لا انا مش قابلك، ويبلغ عنك وزاره الداخليه ويعملوا منشن ليكي. فحضرتك ليكي نهايه، والنهايه
معروفة وحتمية وهو السجن. ولو انت بره مصر، مع ان كلامك كله بيقول اللي انت في مصر، ما اعرفش هيبقى ليكي نهاية، والنهاية بقى سواء في الدنيا او في الاخرة. خدي بالك من نفسك، عشان الواحد مش ضامن هيموت امتى، هيموت دلوقتي بكرة، لكن انت هتسيبي ايه بعد ما هتموتي؟ هتسيبي شوية فيديوهات عشان تكسبي منها، وكسبتي ايه؟ كسبت احترام الناس، يعني في جمهور بجد بيتابعك، في ناس متابعين ليكي ولا متابعين للحمك؟ ده السؤال اللي انا هقوله لك انت، وما يهمنيش تردي ولا ما ترديش، عشان انت وجهة نظرك. انا بالبلطو من غير البلطو بلبس البيت، فانت واحدة الكلام مش موجه ليكي، الكلام موجه للي عايز يقلدك، للي عايز يمشي في نفس نهجك. حبيت احط النهايه الاجهزه الامنيه بوزاره الداخليه اللي بتعملوه، وبالتحديد الاداره العامه لمباحث الاداب مع الاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات، الاثنين بقوا مسؤولين عن رصد المحتويات الغير اخلاقيه ويطلعوا ويقبضوا عليهم. حاجة أخيرة هقولها، يقول لي أنت زيك زيها، أنا حضرتك حطيت بلور، حاولت أداري اللي ما ينفعش من فيديوهاتها لوحدها تطلع وتتعلن، ما حطيتوش. أنا حطيت اللي ينفع يتعمل وعملنا بلور، والطريقة بتاعتها المثالية لعلاج المرضى. حابين نقول لك أنت نهايتك ربنا الأعلم بيها، وربنا يسترها على بناتنا اللي أنت سبب في فتنتها. وحبينا نأكد أن البنات اللي بتشوفوكي أو بيشوفوكي انت مجرد مثل ليضرب بيه في النهاية اللي هتبقى ليكي. الله اعلم بيها، بس هي معروفة. السلام عليكم. السؤال هو انت ليه بتلبسي كده، او اللبس المحتشم احسن عليه؟ ألزو، احنا كلنا شفنا الفيديو دلوقتي، تعالوا كده. يعني هو بصراحة جاوبني وهو بيقول الفيديو، يعني هو قال الفيديو وانا كنت مستغربة ليه واحد يشغل نفسه بحد تاني بيقدم محتوى. بس بصراحة انا من اول ما سمعت الفيديو من اول مرة هو كان بيجاوبني. تعالوا كده نشوف ازاي كان بيجاوبني. وبقيت انا محتار ومش عارف اخد قرار، هل انا اللي ابطل المحتوى بتاعي؟ ما انا مش واحده وعارف اقلع، فانا مش عارف اعمل ايه. شكل زي ما حضرتك شفت المشاهدات عليت، بقى في جمهور عريق جميل بيتابعها، وما كفاش كده، دي كمان جايه على النقطه اللي الواحد بيقدمها حوادث يعني. ابتديتي تدخلي في الحوادث ليه طيب يا دكتوره؟ يعني سيبولنا حاجه نتكلم فيها. وطريقه سردها يعني خلت ناس كتير تقول لي ما تقلد الدكتوره، هو انت ليه ما بتعملش زيها؟ ما انا مش عارف اعمل زيها عشان حضرتك انا ما عنديش حاجه اظهرها، انا قلعت اهو المشاهدات زي ما هي، اعمل ايه بقى؟ يعني ايه اللي انا هعمله؟ عشان انا مستغرب، انت المفروض دكتوره، يعني المفترض اللي حضرتك يعني على قدر كافي ووافي من العلم. زي ما شفنا مع بعض، دي اخر جهود للشرطه المصريه لصانعي المحتوى او اللي فاكرين نفسهم بيصنعوا محتوى عن طريق اللي بتقلع وترقص عشان تجيب مشاهدات. حابب اقول لك ان المجتمع بقى يرفض اصلا النوعيه دي. الناس ما بقتش زي الاول. كان الاول ممكن يبقى فيه جمهور، فيه شويه مشاهدات، لكن الناس دلوقتي بقت واعيه على قدر من الوعي الكافي والوافي اللي بيقدم محتوى على السوشيال ميديا بيبقى نوعين. في واحد فعلا عنده محتوى حقيقي، عنده شهاده علميه في الاقتصاد، في الطب، في اي مجال بيقدر يقدم بيه نصايح فعلا علميه للناس اللي بتسمعه. في واحد حتى اجتهد مثلا في جسمه، قدم مثلا شخص او جسد جميل رياضي رشيق، حتى في رجاله نفسها بتعمل حاجه زي كده، فبتبقى مثل حي على الرشاقه وعلى الجمال وعلى الصحه، فبيقدم بعض المعلومات اللي ممكن تساعد بعض الناس، وخصوصا مثلا لو كانوا مرضى او كانوا بيعانوا معاناه شديده في ان هم يوصلوا للجسم ده. في بقى نوعيه ثالثه اوكي، اللي هي ما عندهاش اي حاجه خالص حرفيا، يعني لا من جوه ولا من بره، لا شهاده ولا محتوى ولا طريقه سرد ولا اي حاجه. فدول بقى يعملوا ايه؟ شاطرين يدوروا كده بقى في السوشيال ميديا على اي حد عنده محتوى كويس ويبتدوا ينتقدوا، يلبسوا اللي هي الوعظ، اللي هو شيخ ولا حاجة كده، قال الله قال الرسول حرام، احنا مجتمع مش عارفة ايه، انتي بتفتني مش عارفة كذا. هو طبعا سايب الأطفال، ملايين الأطفال اللي في الشارع اللي مش لاقية تاكل،
سايب الجرائم اللي بتحصل كل يوم اللي احنا حتى هنا في ألمانيا بنسمعها، سايب كل الكوارث الاقتصادية اللي بيعاني منها الشباب، سايب كل حاجة وجاي لدكتورة عمالة تقدم معلومات طبية بطريقتها بأسلوبها، ما فرضتش رأيها على حد، ببساطة شديدة اللي مش عايز يسمعها خلاص ما يسمعهاش عادي جدا. فده النوع الثالث احنا بنسميه نوع طفيلي، هو ما عندوش أي حاجة، حاسس بالتهديد دايما من أي حد عنده شيء فعلا يقدر يقدمه، خايف من كل منافس ليه لأنه ما يقدرش ينافس أي حد، فبيعمل كده. فأول حاجة يلبس اللي هو رداء الوعظ، تاني حاجة يبتدي يهدد. الداخلية، أنا مش عارفة إيه علاقة الداخلية بيا بصراحة، يعني أنا فعلا مش عارفة فعلا إيه علاقة الداخلية بيا حرفيا، بس it's okay يعني it's okay يعني احترامي الشديد ليهم، بس هو مش عارف يعني بس it's okay بجد والله صعبان عليا، يعني فعلا هو صعبان عليا. حتى كمان طريقته في الكلام واضح ان هو ايده متوترة جدا، يعني عمال يشد ايده جامد جدا. انا طبعا تخيلت ان اكيد هتهاجم، اكيد طبعا هلاقي طفيليات كتيرة جدا عايزة تعمل اي محتوى. الاستاذ ده غالبا هو حاول ان هو يتواصل معايا كتير جدا على الخاص، وطبعا انا بيجيلي حرفيا مئات الرسائل فانا ما اقدرش ان انا اقراها كلها، معرفش. بدأ يشتم في الكومنتس، شلته او عملت له بلوك. فتح صفحة وحط فيها كل الفيديوز بتاعتي عشان يشتمني، قفلتها له. فملقاش بقى حل غير اللي هو دور الوعظ، وبعد كده التهديد بالداخلية وبالحبس وبالسجن والأخلاق ومش عارفة ايه، مش عارفة والله أعمل له ايه بصراحة. هو يعني شخص بائس جدا، مفلس جدا، يعني قلبي عنده بصراحة ان هو ضايع وهيقضي حياته طول حياته بالشكل ده. شعادة طبعا انا متوقعه الفتره اللي جايه هلاقي اشاعات كتيره جدا، هلاقي هجوم من ناس غريبه انا معرفهاش ولا عايزه اعرفها، حتى ممكن يزوروا حتى كلام على لساني، ممكن يقولوا اي حاجه، وده معروف. يعني انا فعلا حتى استغربت لما نزلوا كتاب في حد حاقد حرفيا عشان ينزل كتاب مثلا ضد محمد صلاح اللي هو لاعب الكوره. انا حرفيا ما بروحش مكان واقول ان انا من اصول مصريه الا لما يسالوني على محمد صلاح ده. فأنا مستغربة مدى الحقد والغل، عشان برضو نرجع نقول إن شخص مفلس تماما عنده فقط أحقاد داخلية، بدل ما يوجه طاقته دي مثلا إن أنا أبني نفسي، أتعلم حاجة، يعني أستفيد وأفيد الناس، لا، هو بيوجه طاقته كله إن هو يدمر شخص تاني. وطبعا لازم يكون لي بعض الأسباب، ربنا، قال الله، الأخلاق، المجتمع، الدين، القانون، أي حاجة. ولو ما نفعش بقى في الاخر اطلق الشائعات، دي كذا، ده انا شفتها في كذا، ده انا عملتها في كذا. فانا بصراحة يعني هم صعبانين عليا جدا 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 فعلا، لان الناس دي غالبا هي بتعاني من جوه قوي، ومعاناتها الشديدة بتظهر لينا بالطريقة اللي احنا بنشوفها دي. فقلبي عنده، وصباح الياسمين.